بسم الله الرحمن الرحيم. تحية الصحة والعافية لكم. ودائما يعني قلبنا من على البعد مع السودان وأرضه وشعبه، وإن شاء الله الأمور تمشي كما نحب. عدد من الموضوعات أنا حطرق لها في الظهور ده، وبالتأكيد على صدر حلقة اليوم كأس العالم. وفي الحلقة اللي فاتت لو تذكروا كان تكلمت قلت إنه كأس العالم بدايته الحقيقية تبدأ من دور ال 32، لأنه يعني ما أقدر أقول الفرق الضعيفة تكون خلاص مرقت، ولكن طبعا هو العدد لأنه كبير يمكن 32. كل مرحلة تبقى الخلاصة معناه شدة وجذوة المنافسة حتزيد مع كل مرحلة والثانية. وكما هو متوقع لم تخيب يعني مباريات دور ال 36 أو ال 32 توقعاتنا وتوقعات الكل بجذوة وقوة التنافس وبروز المفاجآت. إن كان المراحل الأولى ما كان فيها مفاجآت، لكن دور الاثنين بدأ يحمل البشائر والمفاجآت، وبالتالي المباريات كانت يعني شهد ودموع. شهد معناه شنو؟ فرح للمداهلين ودموع للمودعين. وللأسف أبرز المودعين في البطولة على الإطلاق حتى الآن المنتخب الألماني، والخسارة أمام برغواي بركلات الترجيح، واليوم خروج ساحل العاج أمام النرويج. طبعا واحدة من مشاكل الكرة الأفريقية على شكل ساحل العاج والكونغو والسودان وكل المنتخبات دي، بس شيل منهم المغرب. يعني الأخطاء الدفاعية القاتلة، يعني ساحل العاج تأخرت بهدف وعادلت في زمن ممتاز، وخسرت بجول ما بخش في فريق روابط صراحة في زمن قاتل بعد الدقيقة 85. وفي الطاولة الآن بعد شوية مباراة فرنسا والسويد والمكسيك والإكوادور. أيضا لا بد من وقفة مع فخر العرب المغرب. والمغرب لم تعد ظاهرة، لأنه اسم موضوع يعني صفة الظاهرة دي إنها هي الظاهرة دي حاجة وبتعدي. المغرب الآن أصبحت يعني رغم وأسطورة بعد قطر. إن كان في قطر هي بداية الظاهرة، لكن الآن في كأس العالم بعد يعني إخصاء لهولندا في مباراة ماراثونية بونو لعب فيها دور كبير جدا، ووصول الفرق الكبيرة زي هولندا وألمانيا دي لما تفشل في إنها تحسم في الأزمان الرسمية وتخش في ركلات الترجيح مع المغرب وخلافه، وكما حدث بالنسبة برضو لألمانيا وحدث لهولندا، إنه الدوافع هنا بتكون قلت، وده أثر في إنهم يفشلوا في إنهم حتى يسجلوا ركلات الترجيح، رغم إنه ألمانيا وهولندا الاثنين مشتهرين بإنه ضرباتهم ساحقة في الركلات الترجيحية. أنا أتكلم عن المغرب الفكر التدريبي العالي، المغرب جودة اللاعبين، المغرب الدافعية، المغرب المدرسة والأسلوب والصيغة بالذات في أداء المباريات، المغرب والسهل الممتنع في إبراز المهارات والقدرات والثبات، المغرب حب الشعار وعدم الانهزام رغم التقلف، المغرب الصمود ودرس. المغرب الآن يعني أصبح من الفرق المرعبة والمصنفة الكبيرة، فلتأخذ حذوة كل الدول العربية والأفريقية، لأنه ده ما ظاهرة، ده شغل مؤسسي يعني اللي تم في المغرب. ده مش لأنها هي قريبة من أوروبا وبس، لا،
لأنها هي شغال شغل مؤسسي، والكلام ده أثمر في عديد منتخبات سنية حتى في كرة القدم النسائية، يعني حققوا بطولات وبطولات. تحية للمغرب والعشم في الجزائر وفي مصر في مقبل المباريات. نمشي للهلال، والهلال واضح جدا انه رشح في كل الوسائط انه الهلال لدرجة كبيرة جدا حسم موضوع المدرب للمرحلة القادمة، وشباكه اصطادت المدرب البرتغالي الاسكندر سانتوس. والاسكندر ده يعني له خبرة في الكرة الأفريقية، درب بيترو أتليكو، حقق معه نتائج جيدة، وفي محطته الأخيرة كان مع الجيش الملكي. مدرب عمره 49 عام، مدرب له بصمته له مدرسته، واشترط انه يكون معاه كل اطاره الفني، وعلى قدم وساق الخطوه الان في المراحل النهائيه، وان شاء الله يتم المراد. ولكن مع الاشاره لمجلس الهلال ضروره انه يكون في مدرب وطني معاه، مدرب وطني يخدم في الجانبين مع الإطار الفني البرتغالي الاسكندر، ومع الرديف يتماشى، لأنه من حيث وقف ريجي كام يجب أنه يكون الملم بالمرحلة دي، حيث بدأ ينتهي الشخص الآخر، لكل شيخ طريقته، وإن شاء الله طريقة البرتغالي تتوافق مع الهلال. في الأخبار وفق صحيفتنا أكشن سبورت إنه الهلال يعني مشى خطوات في صفقة نجم المريخ السابق عمار طيفور المحترف بتونس، بعد إنه ناديه والتونسي عرضوا للمخالصة. المريخ واضح إنه ما راغب فيه من حيث القيمة المالية، الهلال راغب فيه، ربما الأيام القادمة تشهد هذا الموضوع. في شغل الانتخابات تمضي على وتيرة واضحة مستمرة، ولكن ما يشوب انه المجلس حتى اللحظة لم يحدد غايمته، والايام تقترب، فالمفروض انه يحدد الغايمة بتاعته، يقرأ عليها الفاتحة من المغادرين من المستمرين، ويضع برنامجه الانتخابي عشان يقفل الباب ده. من الاخبار اللي ازعجتني جدا انه اخونا عثمان الاحمر جاهر بانه هو حيترشح في مجلس الهلال القادم. وعثمان الأحمر من الشخصيات، هو رجل رياضي ورجل إعلامي وصاحب يعني علاقات واسعة وممتدة، وهو يعني مدير العلاقات العامة بشركة بدر للطيران، رجل هلالي حتى النخاع. رغبته إنه يخدم ناديه، هو مؤهل لذلك، هو نازل كمستغل، ما مرهب موضوع انه هو ما عمل عضويه مستقلبه او خلافه. هو يراهن على محبته للهلال وعلى حرصه في انه يقدم نفسه لخدمه الهلال، وهو رجل شاب ورجل طموح. فآمل انه المجلس الهلالي زي عثمان الاحمر وزي محمد عثمان الكوارتي، الشباب الهلالاب اللي عندهم رغبات دي، يقدموا انه يكونوا ضمن المنظومه، حتى انه المجلس يقدر يفوز بالتزكيه. واذا ما فاز بالتزكيه يعني امثال عثمان والمجموعه دي اذا ترشحت مستغله، معناه ما حيكون في فوز بالتزكيه، وهي دي ممارسه ديمقراطيه حقهم، الناس ما تضيق منها. لكن زي عثمان الاحمر والكوارث حقه ديل من عثمان الاحمر بالذات، رجل يستحق انه يكون في هذا الموقع. اختم سريع بموضوع مهم، ما أعرف أنا الزمن قدر شنو هسه مضى، لكن أختم بموضوع مهم يعني أعمله كمحطة بعد له تاني، إنه القرارات بتاعت يعني مجلس السيادة بعد لقاء رئيس الاتحاد السوداني من الدكتور معتصم جعفر سعادة الفريق البرهان، ووعدوا بأنه إعادة الحياة ل4 من الاستعداد زي الموضوع تنزل، ووكل أمره لمنظومة الدفاعات
الصناعية، ولما يكون في موضوع في الدفاعات الصناعية معناها هنالك جدية وهنالك اهتمام وما في لعب عيال. وزي بدأ التنقية في نوعية الملاعب اللي ممكن الناس يعملوا فيها الشغل ده. وأنا شخصيا بفتكر زي استاد بورسودان، زي استاد ود مدني، زي استاد كوستي، زي استاد الأبيض، زي استاد عطبرة أو شندي. دي من الملاعب المفروض، أو كسلة، دي من الملاعب المفروض تكون يعني يشملها الاهتمام، على اعتبار انه فيها منافسين وصلوا في الممتاز، وممكن تكون محطات لاستقبال جولات في الممتاز او في النخبة. لكن قبل ان تعلن كل هذه الملاعب من المنظومة وخلافه، بتقوم بتبرز في حاجات كده بتاعت شلاقة من بعض الافراد، يعني انه زي الكاملين. افتكر انه الكاملين تستحق انه يد الاصلاح، يعني تصل استاد الكاملين، عندهم فريق مغد في البطوله، والكاملين ارسي، والكاملين حضاره، والكاملين عمر فرح، واخونا مرغني، والكاملين العصمه الكاملين في بدايات الممتاز. مدينه تستحق قريبه من الخرطوم، ومنها ممكن تكون يعني استاد يكون على وزن، ممكن يكون يستوعب كثير من المباريات. أنا ما عندي اعتراض في إنه الكاملين يكون عندها نصيب في الموضوع، لكن الغريب إنه استغلال الموضوع والانتهازية في لما صوي بإنه اختار استاد الكاملين. اختيار استاد الكاملين حسب معلوماتي تم من شخصيات معروفة ومهمة داخل المنظومة وخارج المنظومة، من أبناء الكاملين وخارج الكاملين، في ضرورة إنه يد العون تتجه يد الكاملين، وتمت الموافقة على الموضوع. وللاستغلال الموضوع، يعني أخونا الشليق جدا يعني سيف الكاملين قبل ما يعلن من الاتحاد السوداني أو من المنظومة الموضوع، شارس الموضوع وغادر إلى الكاملين وعمل له لغاء تفاكري، وأعلن من خلاله إنه استاد الكاملين، واعلن حتى كمان مبلغ دولاري مفصل بانه حيكون ضمن الموضوع، كانما هو جاب الموضوع. ولانه الهدف بتاعه هو مش اعاده الحياه لاستاد الكاملين بقدر ما انه هو عاوز يلمع نفسه في الموضوع ويستغل الموضوع كما استغلاه لما ترشح لاتحاد الكاملين. والاتحاد الكاملين لما تترشح له انت كنت ساكن في المنطقه اللي عندها اجل له قراش وحته وقعد فيها وترشح وفاز. الان استغل الكرت بتاع الاهتمام اللي حيتوجه من المنظومه لاتحاد الكاملين، وجرى وعمل له يعني خطبه عصفاء في الكاملين، اعلن من خلالها تشييد الاستاد واعاده تاهيله. وطبعا كسارين التلج، لانه هو الموضوع كان بالنسبه له هو ترويج لهدف بعيد، انه يكون مره اخرى رئيس الكاملين عشان يكون في الاتحاد السوداني. قام واحد من كسارين التلج بتاع انه في ذاك الاجتماع وطالب من الجميع في الاجتماع التنويري انه اعاده الصيغه في سيف الكاملين عشان يكمل مشروع البيت. وانا بقول عيب انه واحده من المشاكل انه يعني الناس تصل للاتحادات دي ما بالمقدرات الاداريه ولا بالمقدرات الفكريه، بدواعي الطموحات والاستغلال. وبالتالي احنا لما نقول اصلاح منظومه الاتحاد السوداني، اصلاح منظومه الاتحاد السوداني يبدا باصلاح منظومه من يديرون الاتحادات المحليه. واعود للموضوع ده عوده ان كان في العمر بقيه، وداير اوري انه الناس يعني الاستغلال لاشياء لتحقيق مجد شخصي. وده سيف الكاملين، الطريقه اللي دخل بها اتحاد الكاملين، والطريقه اللي هسه داير يستغل بها تاهيل استاد الكاملين عشان يتنصب رئيس مره اخرى، عشان يجينا راجع تاني في الاتحاد السوداني، عشان يعوز زي معاس في الترويج والتسويق والتلفزه ايام النخبه ليكون هو موجود، وامثاله كتار في الاتحاد السوداني وفي الاتحادات. واقول الاصلاح يبدا بالاتحادات. اذا كنا نسعى لاصلاح الكره الراسيه نعود عوده ان كان في العمر بقيه.